البولو. لا الوطء سي وما عندناش ما عندناش سن محدد، ما عندناش سن محدد. 10 سنين قابله للوطء. دابا انت عندك سن محدد. لا انا باغي نوصل غير الفكره واحده برك، هي اللي تهمني. عندك سن محدد. شوف ما تهربنيش من دابا انت اللي كتهرب. دابا انت عندك سن. لا انت راك باغي تديني لواحد الطريق واحد اخر. انا السؤال تاعي واضح. واش عندك سن محدد ولا ما عندك سن محدد؟ عندك ما عندكش؟ احنا هضرنا على النكاح. عندك ما عندكش؟ عندك سن؟ عندك 9 سنوات واخا دقيقه 10 ما عارفينش لا نعلم. انت شنو عندك سن؟ انا بالنسبه لي طفل غير قابل للوطء. اي دابا حنا كنتناقشوا، راه هذا هو النقاش اللي راه حنا عندنا نفس القضيه. اذا تمشيت بالمفهوم تاعك اسمح لي، غادي نتناقشوا دابا في نفس القضيه. اسمعني اوكي غادي نتمشى بالمفهوم تاعك. 18 ساعه تقول لي 18 سنه قل ساعه سن غير قانوني للزواج. تعاود تقول لي 18 ساعه قل 18 سنه قل ساعتين حتى نوصل ل 15 سنه، عاود نوصل ل 10 سنين، نعاود نوصل ل 9 سنين. ها هو سماحه تزوجها. ماشي هو سماحه تزوجها، ها هو ما كاين سن محدد، يختلف حسب نمو الشخص. سما صاي سي بون راك انتم قابلين اذا اتفقتي معنا في المقدمه الاولى 9 سنوات ولا 10 سنوات. اذا اتفقتي معنا في المقدمه الاولى وانك اللي طرحتيه غا خرطي ان واحد قبل 18 كيكون قادر على النكاح، قبل 18 قال ثانيه، بعد ثانيه كيولي قادر على النكاح. تفهمت سطه؟ قبل ثانيه ليس قادرا على النكاح. قلنا السن القانوني، السن القانوني للزواج. احنا ما عندناش مشكل في الفرق بين السن القانوني للزواج ما عندناش مشكل والسن المناسب للعلاقات الجنسيه. ما عندناش بين السن. شنو السن المناسب لممارسه العلاقات الجنسيه؟ شنو السن المناسب؟ مش 10 سنين وماهوش 13 عام. لا 13 سنه في فرنسا. لا 13 سنه في فرنسا القانون الاخير. 13 عام نقدروا نقولوا وي، ولكن غير 13 سنه في فرنسا راجع القانون 13 سنه قادر على العلاقات الجنسيه، ولكن غير راشده، وبالتالي الفاعل يعد مجرم مغرر بقاصره. لا يعني انت ضد القانون الغربي صح؟ القانون الغربي ما يقولكش اذا 15 سنه لا. واش انت ضد القانون الغربي نعم ولا لا؟ تغرر بي واش انت ضد القانون الغربي نعم ولا لا؟ لا قولي واش راكي ضد القانون الدوله اللي راكي فيها؟ نعم انا لست. انا شوف نتمشى في اطار القانون الدوله التي اعيش فيها. واش انت ضد القانون الغربي نعم ولا لا؟ القانون الغربي الدول الغرب راه كاين 1000 وحده. انا واش انت ضد القانون الغربي نعم ولا لا؟ انا تحت احترام القانون الكندي. واش انت ضد القانون الغربي نعم ولا لا؟ ما تقولش قولي القانون الكندي باش نقول لك واه ولا لا. ضد القانون الفرنسي. انا على دوله مانيش. لا خليني في فرنسا، راني في كندا انا. لا ضد القانون الفرنسي. ما دخلني في القانون الفرنسي. ضد القانون الفرنسي صح؟ ما دخلني فيه. كيفاش ما دخل؟ واش هذا القانون الفرنسي كيروح لفرنسا نحترم القانون الفرنسي. واش هو قانون ايج ولا لا؟ اش داني القانون الفرنسي؟ اش دخلني في فرنسا؟ واش هو قانون ايج ولا لا؟ كيفاش هذه ايج؟ بلا ما نكمل اللفظه لان طيح اللايف. واش هو قانون زعما ايج اي القانون الفرنسي واش هو ايج ولا؟ انا ما طلعتش على كل القوانين الفرنسيه. احنا نعطيوك القانون انه يجوز انها تمارس في سن 13 سنه. تمارس هذيك تاع 13 سنه اذا اشتكات ذاك الشخص. اذا ما اشتكاتش هنا نقولوا عادي. اذا اشتكات ولا واحد من والديها راح اشتكى ودار تغرير بقاصر. اذا ما اشتكاتش عادي يعني اذا عجبها الحال وكذا ما عندهاش مشكل. ما عندكش لا اذا كاين هذا التغرير كاين بزاف اللي يغروا بقصر بصح هذوك القصر ما يهضروش. اذا اسمح كاين القصر دي فوا القصر يغرر بهم وما يهضروش. انا نعطيك مثال مثلا انت كتسمعنا استرو ياك كتسمعنا استرو كنتي دايزه كتسارى في الطوموبيل مثلا فهمتيني ياك دزتي مثلا دزتي من حدا شي غابه مثلا ديك الغابه لقيتي فيها وحده مثلا في عمرها 13 سنه مع واحد مثلا في عمره 15 سنه 14 حتى 18 كيمارسوا مثلا والقانون كيسمح لهم بهذا. انت واش عندك شي مشكل ولكن تعتبر ذاك الفعل عندك انت فعل اجبار؟
راك تقول طفلين، تجيب لي طفلين، واحد عنده 50 سنه مع طفله عندها 9 سنين. واحد دابا بشويه عليك حنا بشويه عليك. دابا جاوبني على قد السؤال، ما قلت لك لا 50 سنه لا 70 سنه. واحد في عمره 18 سنه وحده في عمره 13، القانون كيسمح له. ناقشوا على اساسكم موافقين. جاوبني على سؤالي، جاوبني على سؤالي. 9 سنوات. جاوبني على سؤالي. كنتي دايزه؟ لا السؤال هذا اللي كطرح فيه معناتها انتم راكم موافقين كاع هذا لو ديبا اللي كنتم ديروا فيها، معناتها راكم موافقين على واحد عنده 50 يتزوج بوحده عندها 9 سنين. علاش متحرجه تجاوب على السؤال؟ ماشي انت، لا الشيء اللي راكم ديروا فيه راه يدل على الموافقه. عندك شي مشكل، عندك شي مشكل كتعتبر فعل لا اخلاقي. انت راك باغي، شوف انت راك باغي تجرني لواحد الطريق تاع نقول لكم يا واه 9 سنين تتزوج ب 5 سنين. وجاوبني على سؤالي. ما قلنا لكش حنا ما كنسيروش لا الموافقه ديالك ولا الموافقه ديال راكم لا انتم هذا الشيء اللي راكم ديروا فيه. وما تيهمناش حنا كنناقشوا المنظومه ديالك دابا. واش وحده في عمرها 13 سنه كنتي دايزه من الغابه شفتيها مع واحد في عمره 18 سنه كيمارسوا الحريه الفرديه ديالها؟ انت اش دير كي تشوف هذا المنظر؟ انا كنعتبر هذا الفعل هذا، انا كنعتبر هذا الفعل هذا ايج، فهمتي؟ تعتبره ايج؟ ايوا 50 سنه يتزوج. انت شنو كتعتبري؟ انا كنعتبرو. لا انت حسب واش راك لا بقول لي انت اش كتعتبروا؟ انت حسب واش راك انت كتعتبروا انت شنو كتعتبروا؟ انا نشوف فعل غير صحيح من شخصين غير راشدين ما مش عارفين راحهم شنو يديروا. اذا لا واش كتعتبريه بحالي ايه كذا ايج؟ ها لا اخلاقي؟ ماشي ايج نقولوا لا اخلاقي صح. نقولوا فعل غير راشد. لا اخلاقي، فعل لا اخلاقي صح. فعل غير راشد. ولا اخلاقي صح. يا فعل غير راشد. لا اخلاقي. راني نحدد باللي واش اخلاقي ولا لا اخلاقي؟ فعل غير راشد. اذا كنت انت لا تفهم المصطلحات واش لا اخلاقي وماك خجلانه؟ فعل اخلاقي لا اخلاقي؟ غير راشد. واش اخلاقي ولا لا اخلاقي؟ مراهقين، فعل من مراهقين هو فعل غير راشد. واش لا اخلاقي ولا اخلاقي؟ بالك متحرجه. لا نحكم على القصه. واش فعل اخلاقي ولا لا اخلاقي؟ بالك متحرجه. لا نحكم على القصه بالافعال. ان شوف القصه الافعال تاعهم ما تقدرش تصنفها اخلاقيه ولا غير اخلاقيه. تقول فعل غير راشد. تقول فعل غير راشد. شو ما معنى فعل غير راشد؟ اخلاقي ولا غير اخلاقي؟ كي نحكوا على الفعل الاخلاقي والغير اخلاقي كيجي من عند الفرق بين الفعل الراشد والفعل الغير راشد؟ اخلاقي واخلاقي بلاتي نقول شنو هو الفرق بين الفعل الراشد والفعل الغير راشد؟ الفعل الغير راشد يكون من شخصين غير مكتملان الفكر، غير مكتملان. ما فوقاش كنعرفوا ان هذا مكتمل الفكر وهذا غير مكتمل الفكر. باينه 15 عام باغي. لا حيت انت عندك لا حيت دابا اسمعني. لا ماشي 15. حيت دابا انت حنا مثلا بالمعيار اللي عندنا حنا انت غير مكتمله الفكر حسب ما عندنا حنايا، فهمتيني؟ اذا غادي نعتبروك غير راشده كيفاش غادي نحكموا على ان هذا الفعل هذا او ان هذا الشخص مكتمل الفكر وهذا غير مكتمل الفكر؟ تفضلي. اقول لك كي تلقى واحد عنده 50 عام تزوج بطفله عندها. واخا تجاوب لي على سؤالي. هذا هروب. هذا ماشي هروب. انت راك تهرب. اصلا انطلاق. قل لي انني انحاشرت. قل لي انك لا ما انحاشرتش. انا جاوبت. يلا جاوب لي على سؤالك. ما تهربش. انا جاوبت. لا تهرب الى الامام. هذه قفزه الى الامام. جاوب لي على سؤالي. فوقاش كنحكموا على ان هذا مكتمل الفكر وهذا غير مكتمل الفكر؟ تفضلي فوقاش كنحكموا على ان هذا مكتمل الفكر وهذا ان هذا غير مكتمل الفكر؟ تفضلي. لا تهرب. تفضلي ولا تهرب. الو تفضلي. فوقاش كنحكموا على ان هذا مكتمل. شوف خويا انا فوقاش كنحكموا على ان هذا مكتمل الفكر وهذا غير مكتمل الفكر؟ راني من البارح نجاوب فيك. فوقاش نحكم على ان هذا مكتمل الفكر وهذا غير مكتمل الفكر؟ قول لي واش انت فوقاش نحكم على ان هذا مكتمل الفكر وهذا غير مكتمل الفكر؟ واحد 50 عام مكتمل الفكر ولا لا؟ دابا جاوبني. فوقاش 50 عام انسان راشد بالغ. 50 عام انسان. انا قول لي شنو كتقصد مكتمل وغير مكتمل؟ قول لي شنو كتقصد مكتمل وغير مكتمل؟ انسان غير راشد. اي شنو هو غير راشد؟ هو غير مكتمل. ما تعرفش العربيه. انا ما عندي ما ندير لك. خوت غير راشد هو غير مكتمل الفكر. وشنو هو الغير مكتمل الفكر؟ هو غير راشد. شنو قاعد يقولها؟ غير مكتمل الفكر هو غير راشد. شوف اذا ما تعرفش واش معناتها غير راشد. شنو هو غير مكتمل الفكر؟ اذا انت ما تعرفش واش معناتها غير راشد انا ما عندي ما ندير. نعرفوا حنا شنو هو الغير راشد.
انت تقدر تعطي المسؤوليه لولدك اللي عنده هو 12 غير عام راشد غير راشد، افعاله غير رشيده. تقصد ان الغير راشد هو الذي لا يميز افعاله، ما يقدرش يحدد الصح من الخطا اي هو الذي لا يستطيع ان يحدد الصح من الخطا. في مغلب الاحيان. ايوه، والذي يحدد الصح من الخطا عندك انه راشد، صح؟ اذا كان في سن، شنو السن؟ شنو دخل السن الان؟ شوف اذا كان في سن قاصر راه شنو السن مستحيل القاصر؟ يحدد لك الصح من الخطا بشكل مطلق. يعني السن بلاتي، السن القاصر شنو هو السن القاصر عندك؟ القصه قلت لك حسب السن القانوني تحدده كل دوله وحدها. يعني قلنا قبل 18 سنه عندك الانترفال يعني من بلاتي 18 ايام. انا نقول لك واحد القضيه، دابا 18 انا نقول لك واحد القضيه، دابا 18 سنه قلتانيه مريحين في ديك الغابه دوكا اخي شوف، لا نكمل كلامي، ما تقاطعنيش. 18 سنه قلتانيه مريحين في ديك الغابه كتشوفوا كيمارسوا فعل لا اخلاقي، داز جوج ثواني ولا فعل اخلاقي راشد، كان فعل غير راشد قبل قبل ثانيه، بعد جوج ثواني ولا راشد، ياك صحيح ولا لا؟ جاوبني على سؤالي. دابا قبل جوج ثواني كان غير راشد، وبعد جوج ثواني ولا فعل راشد، بنفس العمليه في نفس الممارسه، صحيح؟ الخرطي يا جدك، الخرطي الخشلاع والخرطي. دابا جاوبني واش جاوبني على هذا الخرطي هذا، دابا واش قبل جوج ثواني كان فعل غير راشد وبعد جوج ثواني ولا فعل راشد، صح؟ راكم تبلعوا لي المايك وراني نلقى روحي نهضر وحدي. وقبل جوج ثواني كان فعل غير راشد، اسمح لي وبعد جوج ثواني ولا فعل راشد. ما تفرقش بين كلمه راشد وبين كلمه سن قانوني تحدد الدوله. انت قلتي هو سن راشد هو اللي كاين سن قانوني للتصويت، كاين سن قانوني للسياقه، كاين سن قانوني للزواج. شنو هو الراشد؟ الراشد هو القادر على تحديد الصح والخطا. قول لي الراشد هو القادر على تحديد فوقاش كنقولوا ان فلان بلاتي. لا قول لي انت 9 سنين و10 سنين دابا و6 سنوات اسمعني واش هي قادره على تحديد الصح من الخطا؟ واش هي انسانه راشده؟ السن ماشي معيار عندي، انت اللي عندك السن معيار، انت عندك السن معيار، صح؟ انت عندك السن معيار. انت مادام راك ترفض فكره السن معيار معناتها انت تقبل ب 50 سنه يتزوج فيه. يلا اعطيني السن، انا كنت لا اسمح لي، اذا انت ما عندكش السن ماشي معيار. على حسب الشخص، على حسب النمو ديال الشخص. واحد يكون في عمره 30 سنه، يعني 50 سنه واحد في عمره 30 سنه، حنا عندنا مازال يقدر يكون مازال ما بلغش في عمره 30 سنه. انت اللي عندك السن، حنا ما عندناش السن، انت اللي عندك السن. راك تعترف انا سيده هو اللي باغي نوصل. اي عطيني انت السن. سماحه البارح واليوم راكم اعترفتوا باللي ما عندكمش معيار للسن، معناتها 10 سنوات قادره تكون رشيده و50 سنه دابا انت عندك المعيار. اسمع دابا صافي انسان، انا شوف انا انسان، حنا ما عندناش المعيار، انت اللي عندك المعيار. عطيتينا 18 سنه. دابا جاوبينا على السؤال، واش قبل جوج ثواني كيكون هذا الفعل هذا راشد وفي نفس العمليه غير راشد؟ تفضلي انت اللي عندك دابا انت متفقه معنا حيت ما عندك السن. ليش المايك ما تبلعليش المايك؟ راك تقول يلا تفضلي عطينا السن. راك تقول لي انت عندك معيار يعني انت ما عندكش تقولوا ان فلان راشد وفلان خاصك تقولوا فلان غير راشد. يعني انت بالنسبه لك 10 سنوات راشده؟ ما قد غير راشد، قد يكون راشدا وقد يكون غير راشدا على حسب البيئه ديالو. اذا كانت راشده قابله للوطن. واش كتفهم في كلامي ولا ما كتفهمش؟ احنا المحور تاعنا كاع راه في الزواج. المحور تاعنا يدور حول الزواج على حسب النمو ديال الشخص. انت مثلا يعني 10 سنه، يعني 10 سنوات. دابا انت في عمرك دابا 23 سنه، انا راكي غير راشده، فهمتيني؟ على حسب النمو ديال الشخص. انت باش تفهم واحد القضيه، كي خرجت ماريا تعبت من الجهل، ما تعبتش. هاتي بديتي كتقاطع ما تشغبش. انا نعطيك مثال. ما سموش هروب، وانما دابا انت مثلا على سبيل المثال، لا انا راكي يعني ما كتبلغيش 10% ديال الرشد وديال العلم ديال ام المؤمنين رضي الله عنها، ماشي 10%، 1%، اقسم بالله ما كتبلغيه، فهمتيني؟ العلم ديالو كذا وكذا. عائشه كانت راشده في سن 6 سنوات. اسمعني انا اراك والله ما عندك 10% ديال الرشد اللي كان عند جداتي في سن 12 سنه، والله ما عندك 10% ديال الرشد ديال اللي كان عندها في 12 سنه. كل واحد والنمو ديالو، فهمتيني؟ كل واحد وكذا. انت دابا جاوبينا، انت عندك سن محدد اكزاكت، شنو هو السن اللي عندك؟ تفضلي.
اوكي، يعني انطلاقا من حيت انت سبيتي لنا جدودنا، انت قلتي ان جدودنا كانوا مكلخين. ما انت كانش كتقولي لا اسمعني، حيت انت سبيتي لنا جدودنا، قلتي ان جدودنا كانوا مكلخين وكانوا غير راشدين وكانوا ما كيعرفوش يفكروا وكذا. مساكين، ولكن كانوا انا عارف مغلوبين، جداتي، كانوا مغلوبين. انا عارف جداتي كيفاش داير التفكير ديالو، كنقارنك معاه راه لا مجال ابدا، فهمتيني؟ كانت كتعاود قالوها لي بلسانهم باللي كان